ظاني قوي حكايه الواد اللي انت نويت عنه حضرتك في المقدمه، اللي بيقول لك ما فيش في القران ولا في السنه الراجل يتجوز ست، فكل واحد يتجوز براحته. هتجنن من ساعتها، لان ده مش حافظ، ولو حفظ مش فاهم، لان القران فيه دليل على ان ما يتجوزش الراجل الا ست وما يتجوزش الست الا راجل، والسنه فيها كده. الواد ده قال كده ازاي؟ بس ده امام مسجد في فرنسا اللي قال كده، ساقط اعداديه، في فيديو ساقط اعداديه. لا لا لا، ايه يا احمد في سيدنا ايه؟ محمد رسول الله. ايه امام مسجد يعني؟ نعم. حافظ ومش ايوه، فاهم. مين اللي حطه هنا؟ حافظ ومش فاهم. بيئم المسلمين. هو بيئم مين؟ انت بتسالني انا؟ بيئم مسلم. هو انا اللي عينته؟ يا حبيبي رد عليا، انا لا، اللي عينته. مش حضرتك. ما تحملنيش ما لا طاقه لي به. انت قول لي رد على واد اهبل زي ده، ارد عليه وخلاص. لكن انا مالي بقى؟ شوف انت دورك، او شوف الحكومه دورها، او نبه مين اللي عينه ومين اللي نيله. قال انا اتصور على حد معلوماتي الابتدائيه ان الجاليه هي اختارت واحد يعمله الجاليه، لكن هو الازهر هيعمل امام. طب لما يجي يعترف النهارده ان انا كذا، ايوه يعترف ان انا كذا، وماله؟ تعمل فيه ايه؟ ارد عليه واقول له انت حمار بس وخلص في سطر واحد. يا فندم حمار؟ طبعا طبعا، ناقصه ديل بس ورجلين كمان. في ايه؟ ما ربنا اللي قال كده. بيقول لك مفيش حاجه اسمها حرام في القران. زواج المثليين. هقول لك بس، بيقول كده. هقول لك اهو، هقول لك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت هنا على مسألة حمار يعني، بس موجود الحمار في القرآن والكلب، وموجود البهائم كلها على عمومها. كويس؟ قال ربنا على اللي ما بيفهموش إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الحجر على اليمين. أو كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال على اللي ربنا أتاه كتاب وحفظوا لكن ما فهمش منه حاجة. المثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يفهموها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هيفهم منها حاجة؟ غلبان، هو ماشي نهق وعطشان، ويمكن صاحبه بيضربه وبيشتكي لربنا، وشايل كتب ايه؟ فلسفات ولانجوج وعقيده وفلسفه ولغه ودواوين شعر واعلام وحاجات كتيره جدا، مش فاهم حاجه. ربنا شبه دول بدول. احنا في مأساة. يعرف حديث البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين، انا كنت عامل كتاب اسمه الفقه لجميع المسلمين، احسن تتخض لما تسمع كلمه فقه وانت عايز الشيخ علي جمعه وصبري اخويا عبد الرؤوف ومعرفش مين وزمايلنا في جامعه الازهر. لا، الفقه لكل المسلمين، لان الفقه مستويات.